المنتخب الوطني التونسي شد الرحال من مطار تونس كارتاج في اتجاه تورونتو الكندية في رحلة جديدة هدفها التحضير الجدي المونديال 2026. رحلة مش عادية، رحلة فيها برشا رهان وبرشا انتظارات من الجماهير التونسية. أول موعد باش يكون ضد منتخب هايتي نهار الأحد 29 مارس انطلاقا من ماضي ساعة متاع الفجر بوقت تونس. مقابلة تنجم تعطي إشارات أولية على جاهزية نصور كارتاج. من بعد الاختبار الثاني ضد منتخب كندا نهار 1 أفريل مع نص الليل ونص بوقت تونس، ماتش باش يكون فيه نسق عالي وضغط كبير خاصة قدام منتخب كندا رغم بعض الغيابات منها ديفيس نجم بايرن ميونخ. أما اللي قلق شوية هو الغيابات بالنسبة لمنتخبنا، أبرزها نجم المنتخب حنبال المجبري اللي يغيب بسبب الإصابة مع فريقه بيرلي. فرصة لوجوه جديدة باش تفرض روحها في الإيكيب ناسيونال، وفرصة للإطار الفني باش يلقى الحلول قبل المونديال. الجماهير التونسية ديما ورا المنتخب وتستنى في أداء يطمن ويعطي الأمل. شنو رأيكم؟ المنتخب قادر يقدم مستوى باهي في التربص هذا؟